وجه ميعاد قصتنا النهارده، وبطلتنا النهارده هي بنت مكافحه وجدعه، وهي بنت لسه سنها صغير 24 سنه، مريم احمد البنا. مريم البنا حصل لها موقف خلاها تفكر بطريقه مختلفه، والحمد لله بطريقه ايجابيه وجميله جدا، وبنتمنى لها التوفيق والنجاح الكبير جدا. تعالوا ما نسمع القصه منها هي شخصيا. يا مريم مساء الفل عليكي واهلا بيكي معانا على الهوا. اهلا بيك مساء النور يا زعم. يا رب ايامك كلها حلوه. وكان عندك 24 سنه السنه دي لما حصل لك موقف كده من شهور قليله، صح؟ او من شهر؟ بالظبط من اول الشهر، يعني 1/12 كده بالظبط. من 1/12. تعالي كده نحكي الموقف مع بعض، احكي لنا الحدوته ايه اللي حصل وازاي ده اثر على طريقه تفكيرنا بشكل ايجابي. اتفضلي. والله انا كنت يعني رايحه الشغل زي اي حد، شغاله يعني في نادي كبير معروف. ماشي. وبعدين زي اي حد ما بيحصل له الموقف ده، يعني نسيت المحفظه بتاعتي في الاتوبيس. ماشي. وكان فيها كل المرتب اللي معايا والفيزا والبطاقه وكل حاجه بقى. ايوه. مش عارفه، حاولت ان انا الاقي المحفظه يعني ومعرفتش الاقيها في الاخر. ماشي. روحت البيت، تعبت بعدها كده اسبوع. في خلال الاسبوع ده يعني بفكر هعمل ايه، طيب هكمل بقية الشهر ازاي، هقضيه ازاي، يعني هعمل ايه. ففضلت ابص على الحاجات المتاحه عندي ان انا استغلها، يعني ابيع ايه، طيب اشتري ايه، اعمل. فقلت لا خلاص، يعني الحمد لله انا عندي عجله. فانا كده بلف بالعجله، يعني بروح الشغل بالعجله، بنزل ماراثون بالعجله. جميل. انا كده بلف بالعجله. قلت فيها ايه لما استغل العجله دي في اللف برضه ورياضه، ومنها برضه اجيب منها فلوس اقضي حاجه الناس يعني. جميل. فجت في بالي فكره ان انا انزل اوصل اوردرات، بالتحديد الهاند ميد، وخصوصا للبنات الحاجات الهاند ميد. بصفه ان انا برضه دارسه فنون جميله، دراسات فنون جميله يعني. جميل. فعارفه ان الحاجات دي بتكون محتاجه معامله معينه خاصه، اهتمام وكده يعني. صح. فقررت بدات انزل بوست على جروب الواتساب، وبعد كده حد نصحني ان انا انزل على الفيسبوك. فنزلت الاعلان ان انا بوصل يا جماعه في المناطق اللي هي قريبه مني. وبعد كده بدأ ناس كتير قوي بقى تكلمني وعايزين اوصل لهم. يعني انا حاليا النهارده عندي الحمد لله يعني 7 اوردرات المفروض. الله اكبر ما شاء الله. المفروض هروح اوصلهم ان شاء الله. والموضوع انتشر بسرعه جدا، وناس كتير كلمتني بقى، واعلاميين وجرايد. لقيتني فجاه بتشيل كده من حيث لا ادري يعني. والله بصي، الجمال اللي حصل ده رزق طبعا ربنا كاتبهولك. وانت كل اللي انت عملتيه او اللي انت قدرتي تفكري فيه هو ان انا ايه، طب ما انا هستغل اللي موجود معايا، العجله، وانا شاطره وكده بلعب بالعجله. طب وليه ما نخليش اللعب ده يتحول لفلوس ويتحول لشغلانه؟ وبالفعل قدرتي تعملي كده، وربنا كرمك باوردرات. ويا رب ما فيش يوم يعدي عليك انت بتشتغلي فيه غير اما الاوردرات كده تبقى ماليه الدنيا وماليه جدولك. ومن احلى الحاجات اللي انت عملتيها ان انت قررتي تلعبي على المتاح. بالظبط. يعني انا دايما مؤمنه بالايه ليس للانسان الا ما سعى. انا ليا ان انا اسعى وربنا يديني بقى النتيجه. انا مشيت النهارده في المشوار ده وانا خارجه النهارده مش عارفه انا رايحه الاوردر واحد. ممكن الاقي كذا حد بيكلمني اصلا في اليوم، فيجي لي كذا اوردر. انا اصلا قدمت استقاله من الشغل عشان اتفرغ للموضوع ده. مش عارفه الموضوع ده هيبقى هو اللي هستمر فيه بقيه حياتي، ولكن انا عندي طموح وعندي اهداف كتير قوي في حياتي. علشان خاطر انا حابه اكون انسان مختلف مميز. مش عايزه اكون انسان يعني مقضي حياته اللي هو ايه، بيصحى يصلي وياكل ويروح الشغل ويرجع ينام. لا، انا عايزه اكون ذا اثر، يعني ان شاء الله يكون اثر طيب في المجتمع. وحابه يعني اوجه رساله لاي حد، سواء بنت او ولد، اي حد. والله انزل واشتغل ودور، وبالمتاح باللي معاك فعلا انزل اعمل بيه اي حاجه. حتى لو انت مش محترف هتحترف، والله هتبقى مميز فيه خالص جدا. بس انزل ودرب نفسك. يعني دايما امشي بمقوله اللي هو ايه، مش يمكن لما اجرب اكون بعرف. تجرب هتلاقي نفسك بتعرف. والله فعلا انت بتعرف ولا لا مش عارف. طب ما ايه الدنيا، طب ما انا لازم اجرب. انا لازم اجرب عشان اعرف. فساعتها حتى مش هتخسر اي حاجه، هتتعرف على ناس كتيره جميله هيفيدوك اصلا لمشوار انت ممكن اصلا تلاقي نفسك فيه. فانا بعمل كذا حاجه والله، يعني الحمد لله، يعني ربنا مميزنا ببعض الحاجات البسيطه، فاحنا لازم نشتغل عليها. وربنا كريم زي ما حضرتك قلت، ربنا رزاق يعني بيرزق باستمرار. صح كلامك مظبوط، وبشكرك جدا يا مريم، شرفتيني ونورتيني. وافضلي دايما كده فكري ازاي تقدري تطوري من نفسك اكتر واكتر. وهنقابل زي ما انت ما قلتي في رحلتنا ناس جميله هتساعدنا، وحتى لو قابلنا ناس مش جميله ونص كم ومش هتساعدنا برضه هيدوني دروس، يعني برضه هيفيدني. حتى لو هو جاي يضرني هستفيد منه لما اعدي من القصه بتاعته او من الاشكاليه اللي هو عايز يعملها لي في حياتي او من العقبات. انا هعرف بعد كده يبقى عندي قدره اكتر ازاي اقدر اتجاوز العقبات اللي في حياتي. الحياه على ده وده،
فحلو قوي ان احنا نبقى فاهمين الافكار دي. وبشكرك جدا وبتمنى لك ربنا يبارك لك في العجله بتاعتك اكتر واكتر، وتحوليها لاسطول كمان تقدري تنقلي بيه حاجات. نفسي اجيب سكوتر ان شاء الله، ربنا يقدرنا واحقق الحلم ده ان شاء الله. هتقدري ان شاء الله طول ما انت بتستغلي المتاح. بشكرك جدا يا مريم، شكرا جدا ليكي. مع السلامه. مع الف سلامه، شرفتينا ونورتينا، وموفقه دايما يا رب في كل حاجه بتعمليها انت وكل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي. لو سمحتوا خليكم معانا واحنا لسه بنتكلم مع بعض عن ازاي نستغل الامكانيات المتاحه علشان نوصل لكل حاجه احنا عايزين نعملها.